مشاهدينا رجعنا لحضراتكم مرة جديدة، وهنتكلم دلوقتي على ان وسائل التواصل الاجتماعي في مصر طبعا وفي العالم كله الحقيقة في ايدين الكل، كبير وصغير من كل الاعمار، على طول قاعدين ماسكين الاجهزة بيقضوا اغلب وقتهم عليها. في بعض الناس بتصفح الاخبار بتستخدمها استخدام مثلا مفيد في ان هم يعرفوا معلومه او حاجه، وفي البعض بقى بيدور على الترند وان هو يشوف لعبه يلعب عليها. المشكله ان الاطفال بقوا مشغولين جدا بوسائل التواصل الاجتماعي وبالالعاب الجديده. بنسمع طبعا عن اطفال بيتاثروا جدا في سلوكهم وفي تفكيرهم، وفي بقى في منهم بيميل للعنف، في منهم بيميل للوحده للعزله. مشاكل كتير قوي بتواجه اطفالنا الصغيرين بسبب وجود الالعاب دي بكثره. يعني لازم الحاجات دي يبقى في تقنين. الاسره بتقول مثلا هنقعد وقت قد ايه. شرفنا النهارده ومنورنا كابتن عماد غنيم، لايف كوتش واستشاري الصحه النفسيه والرياضيه والعلاقات الاسريه وتنميه المهارات وتطوير الذات. اتكلمنا ازاي نحصن اولادنا ونحميهم من الحاجات اللي بتتعرض على وسائل التواصل الاجتماعي والالعاب. اهلا بحضرتك ونهارك سعيد. اهلا بيكي وصباح الخير عليكي وصباح الخير على كل المشاهدين. بنسمع يا كابتن عماد ان في حوادث كتير قوي الفتره دي، صحيح، من خلال التعرض لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التعرض لبعض الألعاب. يمكن سمعنا من أيام أن في طفل عنده 10 سنوات انتحر في محافظة المحلة الكبرى، انتحر شنقا بسبب لعبة معينة. ايه اللي بيوصل ولادنا لكده؟ صحيح. هي خليني في البدايه اقول لك ان هي تحديات كتير قوي، تحديات خطر، ومفيش حد مننا بمنأى عن ان احنا نقع في الموضوع ده، حتى للكبار. شفنا كمان بعض التحديات وبعض الترندات اللي بتنزل على السوشيال ميديا من فتره، الناس بتبقى سايقه عربياتها وتنزل وتتحرك جنب العربيه، فاذا هم الهدف منها الوصول لكل الناس بمختلف فئاتهم ومختلف اعمارهم. ما هواش بنخاطب الاطفال الصغيرين، مش بنخاطب التين ايجر او الاطفال بس او يمكن الاولاد. الكبار برضو هم يعني بيعقلوا الحاجة شوية، يعني النسبة بتاعتهم هتبقى أقل، لكن الأطفال هم ممكن سهل جدا السيطرة على عقولهم. صحيح، اتفق معاك تماما. هو فعلا هي مجموعه اسباب كلنا هنقولها. طبعا خليني في البدايه اقول لك ان طبعا كل اللي احنا وصلنا ده لانه ليه كمان بيبقوا مش بسبب. عارفين عواقب الحاجه. يعني هو اكيد الطفل اللي اكيد انتحر طبعا، ده هو ما كانش عارف ان هو هيموت، هو بالتاكيد. بيجرب حاجه معينه وكان متخيل انه ممكن يلحق نفسه. بالتاكيد ده كمان اضيف ليك ان هو احيانا كمان وجود بعض الترندات اللي هي تحديات بتوصل للانتحار وبيعمل ما هو حاجه في الطفل احنا الاخر بنتكلم عشان عليه ما ده ينت... انتحر عشان ي... فعلا. عش... اه عشان يوصل ان هو ما ينتحرش. يعني شوف التحدي بيوصل لدرجه ايه، وكل ده بهدف ان احنا نحطها على السوشيال ميديا. شفنا خليني العاب في كتير في مدارس انتشرت كمان. طبعا هنتكلم عن كل التحديات، طبعا عن كل ده وانواعها وازاي نعالجها، ولكن في البدايه خليني اقول لك عن الاسباب الرئيسيه ان احنا ليه كمجتمع اتجهنا لكل ده. ليه احنا بقى؟ للاسف ما بقاش في اخلاق، قلت اخلاقنا جدا للاسف، وشبه تكون انعدمت. بعدنا عن سلوكياتنا وعاداتنا وتقاليدنا، بعدنا عن ديننا جدا، بعدنا ان يبقى في مجتمع في حوار وفي نقاش، بعدنا عن بعض الحاجات الاساسيه اللي كانت متربيين عليها. زي لمة دلوقتي العيله بالظبط، يمكن نتاج ليها ده آه. مش موضوع الترند بس، ده نتاج ليها حاجات كتير قوي. نتاج منها على سبيل المثال نوع من انواع الفن اللي احنا دلوقتي بقى موجود في السوق، بقى في ناس كتير قوي بتتجه ليه، وللاسف الفن ده مش احسن حاجه. مش بقول ان الفن ده وحش ومالوش جمهور، لا، ليه متابعين، ويمكن ليهم كمان اسبابهم اللي بيخليهم ان هم بيزودوا عدد المتابعين. ده انا كمان بشوف الناس دي بقت بروفيشنال قوي، اللي هو نوع من انواع الميوزك والفن والاغاني، الناس بقت بتروح له بعدد كبير قوي. اصحاب النوع ده من الفن كمان بقوا دلوقتي بيتابعوا النوع الايجابي من الفن وبيردوا عليهم. يعني كنت حتى في حلقه من الحلقات في بدايه السنه، كانت المذيعه بتقول لي يا كابتن عمرو دياب بيقول حلوه البدايات. اوكي، حلو قوي ان احنا فعلا نبتدي بدايه جميله كويسه. نوع تاني من الفن بيرد عليه بيقول له سيبك من البدايات وخلينا في النهايات. يعني اذا بوريك ان هم كمان بيردوا عليهم، يعني بيجذبوا جمهورهم. يعني احنا مش في منأى واحنا مش بعيد عن الناس دي، لا، أيوة. احنا كمان بنرد عليهم، بنواكبهم، بنتكلم بلغتهم، بقى ليهم جمهور. بس يمكن كل اللي احنا اسباب في الاول قلناها دي هي اللي ادت ان احنا نوصل لده، ادت ان احنا في الاخر نوصل لموضوع الترند، ان بقى في دلوقتي بقت في حياتنا موضوع الترندات. طب دي احنا كده بنتكلم ليه؟ طب اسبابها ايه؟ اسبابها رقم واحد الجهل. والجهل هنا مش بنتكلم عن الجهل العلمي او الجهل الاكاديمي، لا خالص. احنا بنتكلم عن جهل في دورنا في الحياه، جهل بان احنا ما عندناش هدف ان احنا لازم نشتغل عليه، جهل بان احنا مفيش رول موديل في حياتنا، مفيش حد مثل اعلى بيبقى نفسي ان انا ابقى زيه. الوقت بقى الفاضي كتير قوي في حياتنا، طبعا. بقى في فراغ، بقى في حب التقليد، بقى في حب الشهره، بقى في حب ان انا ابقى على السوشيال ميديا، انشر حياتي على السوشيال ميديا. دي اسباب كتير قوي. في كمان برضو عدم الثقه، ده سبب مهم جدا. ما بقاش في حد عنده ثقه في نفسه غير قليلين. في بقى نفسه؟
ما هي في نفسه طبعا، ما هي كل دي اسبابها عدم الثقه في النفس. انا لو واثق في نفسي ليه مش ليه هقلد. ليه يا كابتن عماد، ايه ربطت الثقه بالانسياق ورا الترند؟ عدم اللي هو السيلف كونفيدنس بتؤدي الى التقليد. واطفالنا الصغيرين كلهم هقول لك على سبيل المثال، الطفل الصغير دلوقتي لما بيحب يقول لك انا هنا بيعمل ايه؟ في طفل يجي يبوسك ويحضنك عشان يقول لك انا تمام. موجود، ويقول لك ان يعني انا موجود، اللي هي السيكي اتنشن، اللي هو عايز يقول لك انا موجود وموجود وباين وانا جزء من حياتك. في طفل تاني يكسر لك حاجه في البيت، يكسر فاز، يكسر حاجه في البيت. طفل تاني يحاول يعمل لك اي حاجه عشان يجذب انتباهك. فاذا هنا هو الطفل بيبقى لسه ما فيش ثقه في نفسه، او لسه مرحله الطفوله، عايز يوريك ان انا موجود، فيبدا ان هو عنده في ثقه في نفسه، فانت تاخدي بالك فتشوفيه. فاذا هنا بنتكلم على عدم الثقه. برضو كمان جزء مهم قوي ان بعض الناس لسه في مرحله الاعتماديه مش المسؤوليه، يعني تمام. انا بعتمد على حد ومش مسؤول. سبب تاني برضو مهم قوي هو التربيه. والتربيه هنا ناس بتفتكر ان التربيه هو ان انا ادخل ابني او بنتي مدرسه كويسه وان انا بالظبط. احسن. ده مش تربيه، دي حاجه اسمها ده تعليم. بحسن النشء آه. وبربيه بعلمه. وتعليم، وبحسن تربيتهم بشكل كويس، بحسن ان هو يطلع فعلا يبقى يعرف يواكب المجتمع. لكن دي مش التربيه، ده مش التعليم الصح. جزء برضه مهم قوي التوعيه، والتوعيه يعني ده بقى شيء مهم قوي دلوقتي. والتوعيه هنا المقصود بيها يعني لما نتكلم عن الاورنس، انا لازم استغل نفس الكارير او الويف اللي بيجي لي منه الخطر. يعني انا بيجي لي من السوشيال ميديا، لازم على السوشيال ميديا برضه لازم اخد يكون في نفس توعيه. الوسيله. بالظبط. دايما نقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فاذا لازم هنا الاورنس التوعيه على السوشيال ميديا ده شيء مهم جدا جدا. ده دورنا ودور حضراتكم، دور كل الناس اللي بتعمل ده توعيه حقيقي ايجابيه. بيحصل، بس هل يعني انا عايز اسال حضرتك بيقدر يصد ولا لا؟ يعني احنا دلوقتي ده موجود فعلا. انا شايفه ان التاثر اكتر من وسائل الالعاب والحاجات اللي هي الاتجاه المعاكس. صحيح. عشان كده هنا هنقول الكنترول او الرقابه بقى كمان. كنا زمان الناس او الاهل كنا بنسيب لاولادنا التليفونات ونبقى مطمنين انهم بيتفرجوا على افلام كرتونيه او بيلعبوا جيمز. هنا اصبح كمان الكنترول بقى شيء مهم قوي. تبقى انت تشاركي الولد بيعمل ايه او البنت بتتفرج على ايه. دلوقتي عايز اقول لك يمكن مفاجاه لكتير من الناس ان الافلام الكرتونيه دلوقتي بقت فيها شبه ايحاءات جنسيه، وحتى الاعلانات اللي بتيجي على الموبايلات كمان دلوقتي. فدي لازم ناخد بالنا منها. اذا الكنترول هنا بقى شيء مهم. طب خلينا نقف عند حته الكنترول، لان دي حاجه مهمه جدا. نعمله ازاي الكنترول ده؟ بصي، عشان نعمل كنترول يبقى هنتكلم بنقطتين. يعني عمليا في دلوقتي بقى في بعض التطبيقات زي الجوجل فورم، وزي تطبيق عشان خاطر اعمل كنترول وفلتر على بعض الحاجات اللي انت بتوصل لك. يمكن كانت بعض الادارات خاصه اداره امن المعلومات كانت طلعت جوجل فاميلي لينك. ده عباره عن لينك من خلاله بيعمل كنترول على المحتوى والحاجه اللي انا بشوفها عشان ابقى عارف ابني او بنتي بيشوف ايه. كمان في اليوتيوب كيدز دلوقتي بقى موجود، بقى عليه بعض المتصفحات بقت بتحصل لها بلوكينج او بتبقى مقفوله عشان مش كل حاجه اي طفل يعمل عليها سيرش تظهر له بالغلط. صحيح. سواء كان اعلانات. طبعا وشيء مهم قوي طبعا ان احنا لازم نشاركهم ونحاورهم. دلوقتي ما بقاش في سلوك الانسانه قل جدا، ما بقاش في العيله، ما بقاش في ترابط في العيله، ما بقاش في حوار سلوك في مجال الانسانه العيله ده واحده. يعني اللي هو جمع العيله، يعني ان احنا نيجي مع بعض نقعد دي مع بعض. حقيقه. ده كمان عايز اقول لك احنا بيبقى قاعدين في الاسره الواحده في البيت الخمس افراد، كل واحد ماسك جهاز. ماسك تليفونه، رايحين خارجين بالعربيه كل واحد ماسك موبايله، رايحين نزور تيتا وجده، نمنع التليفونات. احنا رايحين نشوف ناس مش المشكله ناس الصغير ناس مش هيبقوا حضرتك موجودين، لازم نستمتع بالقعده معاهم. حضرتك الصغير بيشوف الكبير بيعمل كده فهيقلده. ده اكيد طبعا. عشان كده بنقول هنا ان احنا لازم تيجي مننا احنا الاول. أيوة. كناس كبار عشان انت اللي رول موديل بتاعتهم. كمان برضو لما بنروح حتى في الكافيهات حتى بتلاقي الناس قاعدين. انت بتروحي الكافيه دلوقتي حضرتك واصحابك واسرتك، بتلاقي الشاشه او السكرين عليها حاجه، السماعات عليها حاجه ثانيه خالص، وكل واحد قاعد بموبايله. لا وكمان ايه ده، انت حضرتك لو انت بتركزي في تليفونك، لو الحاجه اللي انت بتسمعيها في السماعات اللي في الكافيه اتغيرت، بتقولي انت قفلت ليه او غيرت ليه. لو لقيت الحاجه اللي على الشاشه اتغيرت رغم اختلافهم عن اللي انت بتعمليه، يعني اذا احنا بقينا كمان متعودين على كده. حصل اكتر من مؤثر للناس. بالظبط. وحصل ده وانغاب مؤثر فيهم. بتاخدي بالك تقولي ايه ده هو انت قفلت السكرين ليه؟ غيرت الفيلم ليه؟ غيرت الماتش ليه؟ انت قفلت الميوزك ليه؟ انت قفلت. فاذا هنا بنتكلم عن بعض الحاجات الاساسيه في حياتنا لازم نعملها عشان خاطر نقدر نقوم ده ونقلله. كمان برضو كانت امن
المعلومات ومجال التقنيه كان في جوجل فاميلي لينك، ده كمان بيتحكم في المحتوى بشكل كبير فعلا. ده فعلا بنوصي الناس ان هم يتم التعامل معه. يعني اذا ده احنا بنتكلم بشكل عملي عن ازاي ان احنا يعني نقلل ده. كنا بنتكلم بقى في الشكل النفسي برضو زي ما قلنا كده، ان احنا سلوك الانسنه، وان يكون في تحاور ما بين العيله، في تشاور، نتكلم مع بعض نناقشهم. ظهور الرياضه لازم تبقى شيء مهم قوي في حياتنا اليوميه كمان. والله انا بشوف ان معظم الاطفال دلوقتي بيمارسوا فعلا رياضه، يعني معظمهم مش هقول كلهم، بس برغم ان هم بيمارسوا رياضه بتلاقيهم جنب الرياضه بيدوروا برضه يخلص التمرين بتاعه عايز يقعد على ويتجه للموبايل بالظبط. عشان كده كمان برضو سبب خامس قوي في الاسباب برضو هي ان وقت الفراغ والرغبه في التقليد والشهره، وان انا ابقى على السوشيال ميديا. عايز يعني نصيحه كده صغيره للناس، طول ما انت بتنشر. يعني كان دايما زمان قبل ما نقول النصيحه، كان زمان يقولوا لنا ان اللي داخل البيت حاسد او فاسد، فاحنا ده كان دايما نسمعها. فاحنا دلوقتي بمعنى ابسط للناس، ان احنا عايشين في بيوتنا من غير بيبان، عايشين في بيوتنا من غير سور. احنا كل حياتنا بقت على السوشيال ميديا. لو كل واحد يركز في ورقته، كل واحد يركز في حياته، كل واحد يهتم بجوده حياته، الكواليتي بقت هنا مهمه قوي اكتر من الكوانتيتي. يعني ان انا يبقى عندي جوده لحياتي ده اهم من ان انا يبقى عندي انشرها على السوشيال ميديا بالشكل اللي بنشوفه ده عشان خاطر الناس تشوف. انا يهمني نفسي ان انا اكون سعيد ومبسوط. طول ما كمان في برايفسي اكتر، يعني طول ما حضرتك تعملي برايفسي وخصوصيه، طول ما انت هتقدري تستمتعي بحياتك بوقت اكتر. دي حقيقه. يعني طول ما انا بعرف يبقى عندي برايفسي وخصوصيه لحياتي، مش كل حاجه بحطها على السوشيال ميديا، سواء كان فيسبوك، سواء كان تيك توك، وات ايفر ايه هي السوشيال ميديا. طول ما انا عندي برايفسي ايا كان بشكل اكتر الوسيله. بالظبط، ايا كان وسيلتها، واقدر احمي حياتي، طول ما انت هتستمتعي بحياتك، وهيبقى فيها استمتاع بوقت اطول واستمراريه اكتر. لو جينا نتكلم عن طبعا في بلد زي الأردن، دولة شقيقة، منعت ابلكيشن معين للأطفال. صحيح. هل ده حل؟ يعني هل حضرتك رؤيتك ان احنا برضو ممكن ناخد قرار زي ده ونقفل اكتر من ابلكيشن؟ بصي، احيانا بيكون ده حل لبعض المشاكل اللي بتواجهيها، وبعض مش هنقول الكومبيتيتورز او المنافسين في الماركت، ولكن هو في سوشيال، يعني مثلا في ابلكيشن بينزل بيحصل منه مشاكل كتير. يعني الجوانب السلبيه ليه بقت اكتر من الجوانب الايجابيه. فاحيانا صاحب القرار ممكن بيتجه لده. ما زي ما حضرتك كده لطفلك الصغير او للولد او للبنت، احنا بننزل ابلكيشن عشان يمنع بعض الحاجات، ما هي نفسها هي على نفس الغرار يعني. ولكن التوعيه فين؟ التوعيه بقت شيء مهم قوي، لان احنا مش عايزين ان احنا نمنع السلبي. يعني انا عندك طفل صغير، طول ما انت بتاخدي منه التليفون هتقول لك ايه؟ انا هموت نفسي، انا هنتحر، انا هنط من البلكونه. ده فعلا وبيحصل، وبنشوفها في الجلسات من عندنا. كتر ما هو مرتبط بيه، من كتر ما مرتبط بيه، ومن كتر ما انت بتعالجي غلط. يعني احنا هنا بنعالج الامور غلط. احنا هنا لما اسحب التليفون لازم ايجاد البديل. انت لو وجدت لهم البديل صحيح. اللي هو بيعمله، فيبقى قاعد مبسوط املى ومستمتع وقتهم. بالظبط، ونملى بس وقتهم. في بيبقوا رافضين والله يا دكتور. ما برضه خلينا كابتن عماد، خلينا نتكلم ان في اطفال بيبقوا عندهم تشبث بالجهاز، يعني ايا كان بقى التليفون، لابتوب، يعني ايا كان الجهاز اللي هم ارتبطوا بيه بالمنظر ده، بيبقى مهما تحاول معاهم بيبقى فيه طبعا صعوبة. صحيح، طبعا بيبقى فيه صعوبه، ولكن ده دورنا بقى احنا هنا. عشان كده قلنا ان الاورنس او التوعيه شيء مهم، ان انت بيبقوا تقعدي رافضين البديل، تتكلمي يعني تيجي تقول معاهم. لهم تعالى نروح التمارين، لا مش عايزين تمرين. طب تعالى ننزل، تعالى ننزل نخرج، مش عايزين نخرج. لازم احنا نجد ده البديل. في اطفال بيبقوا مش عايزين، وصلوا لمرحله مش عايزين يطلعوا من البيت عشان ما يعني الانترنت جوه البيت مثلا احسن. صحيح. ما هو عشان كده بنقول في الاول ايه الحوار، ولغه الحوار دي مهمه قوي. ان انت تقعدي الاول، يعني ممكن يكون من الصعب مثلا لو طفل عنيد وطفل من الصعب ان انت تاخدي التليفون منه بالشكل ده. لازم تقعدي الاول تاخديها ستيب باي ستيب او خطوات. يعني الاول نقلل تقعدي مثلا معاه الوقت تشاركيه الاول. الاول بالظبط، تشاركيه الاول اللي هو بيعمله على التليفون. تفتحي معاه لغه حوار، لغه نقاش معاه. بعد كده ممكن نقلل الوقت اللي هو بيقعد عليه بشكل يومي. بعد كده ممكن نوجد له البديل، وانا ابقى جزء من البديل ده. يعني انت مش هتجد له البديل وبعد كده حضرتك رديتي تسيبيه، لا طبعا. انت حضرتك هتسيبي تليفونك تماما برضو انت كمان، وتقعدي معاه ونروح للبديل. يعني مثلا بنلعب جيم مثلا في البيت احنا الاثنين، حضرتك والطفل الصغير، فبالتالي انت هتبقي جزء من الحل البديل كمان. انت مش هتجد الحل بس وتحطيه على الطريق وتقولي له يلا اتفضل، لا طبعا. انت هتشاركيه، لان في احيانا بعض الاطفال بيكون صعب التعامل معاهم. بيكون الاطفال العناديه ممكن زي ما قلنا من شويه بيتجه مثلا هو انت مش هتاخدي التليفون مني، طب انا ممكن انتحر، طب انا ممكن اجمل نفسي. بتلاقي لغه حوار فعلا دلوقتي بنسمعها، لان هم بيشوفوها ده كده على في اولاد السوشيال ميديا. بيكسروا البيت.
دي حقيقه، دي حقيقه. هو زي ما قلنا من الاول، احنا الطفل الصغير لازم بيحاول يفرض نفسه ويفرض حياته على البيئه والمجتمع اللي حواليه بمختلف الطرق. التعامل معاه طبعا لازم يكون طبعا بفن زي ما قلنا، ولازم نبقى عارفين بعض فنون الحياه هنا لازم. ازاي برضو يعني انا عايزه اقول حاجه، خلينا نقول ان الاولاد دول الصغيرين، يعني انا امتى مثلا ابدا ادي ابني او بنتي جهاز يتعاملوا معاه، سواء تليفون او ايباد او لابتوب او اي حاجه، السن المناسب ايه؟ بصي، اول ما يعي، يعني اول ما دلوقتي احنا الطفل، بنشوف حد عنده مثلا سنه وسنتين ومعاه جهاز. صحيح، اول ما الطفل يعي الحاجه اللي هي معاه او الوسيله اللي هو واخدها عشان خاطر يستمتع بيها، نقدر نسيبها له، يعني يعرف يستخدمها وازاي. يعني شيء مهم قوي برضه لازم نقوله، ان احنا احنا لازم عارفين ان السوشيال ميديا او التليفون هو هدف للوصول لشيء انا مش عندي. يعني مثلا احنا بنستخدم الانترنت في ايه؟ ان انا مثلا حلقه فاتتني بشوفها، معلومه عايز ادور عليها، بحجز بيها ما ده عربيه تيجي الاستخدام تاخدني الكويس. ده بالظبط، وده اللي المفروض، هو احنا بعدنا عن طبيعي. ده. او ده الطبيعي بالظبط، ده اللي المفروض، هو اللي غير كده بقى هو الطبيعي للاسف. فاحنا لما بنسمع ده بنستغرب. انما دلوقتي بيبقى لشغل الوقت، يعني بالظبط، دلوقتي اللي تحجزي بنعمله ان اوتيل احنا في عايزين نشغل مكان، الوقت. تحجزي سفر. انا دلوقتي احنا بنضيع وقت على التليفون، لا طبعا ده مش صح. بعدنا للاسف. انا ما بقتش اشوفها انها سوشيال ميديا، هي بقت وسائل التباعد الاجتماعي. يعني هي دي اللي بعدتنا عن بعض، هي دي اللي خلتنا زي ما قلنا في اول الفقره بتاعتنا، قلنا الاسباب اللي احنا قلناها دي كلها هي دي النتاج اللي احنا وصلنا له. فالتوعيه بقى شيء مهم قوي، ان احنا نعرف الناس ونوعيهم ونتكلم معاهم. وجود الرول موديل في حياتك، وجود الحد كمثل اعلى انت بتشتغلي على نفسك عشان خاطر اوصل له. ممكن في بعض الفنون بقى في حياتنا بتسهل وبتحسن جوده الحياه، زي مثلا فن الاكسبتنس او فن التقبل. يعني انت مثلا لما تشوفي ابنك مش كل شويه مثلا بيعمل حاجه غلط، برضه لازم اقف ابقى يعني ايه، تقفي له، تبقي ستاك معاه. يعني كان دايما يقولوا لنا اختار المعارك، تشوز يور باتلز، اختار المعارك بتاعتك اللي انت هتصطدم فيها مع الطفل الصغير ده. حتى مش الطفل، حتى الكبير. يعني مثلا جوز حضرتك، امتى نقف لبعض ونتكلم ونتناقش ونختلف؟ لان دايما الاختلافات دي بتظهر اسوأ ما فينا، او بتخلينا شكلنا ما بنبقاش احسن حاجه في النقاش. فاحنا الاكسبتنس ده، التقبل ده شيء مطلوب قوي، مش كل حاجه نقف عليها. كمان في فن حلو قوي، فن التغافل، اللي هو الاوميشن. يعني انا مش كل كل حاجه هعلق اشوفها عليها. هعلق عليها بالظبط. يعني مثلا حضرتك خارجه دلوقتي وعارفه ان حد من اصحابك مثلا انتوا معاكم الساعه 6، هي دايما بتيجي متاخره، فانت كل مره تقولي لها انت جايه متاخره. لما انت بتلوميها على ده، انت الحاله المزاجيه والمود والحاله النفسيه بتاعتك بتتغير، ما تبقاش احسن حاجه، لان انت صحيح. بتنتقدي. فبتنتقلي من مرحله ان انت سوي نفسيا وهادي وجميل ويبقى في الكومفورت رايحه زون، استمتع لمرحله بالخروجه. بالظبط والخروجه. انت هتقولي انت بوظتي الخروج علينا، صح؟ ده بيحصل. فاذا هنا بقى فن التجاهل. خلاص انت عرفت ان كل مره بتيجي متاخره وانت بتلوميها، ومع ذلك ومع مستمره. ذلك برضو خلاص، يبقى انا هنا اتجاهل بقى. يبقى لما تيجي خلاص ارحب بيها بقى على طول، انا اتعودت بقى خلاص على كده. ده فن التجاهل. في فن ثالث مهم قوي، وبعض يعني طب نعمله ازاي الفن ده الاول مع اولادنا؟ اللي هو فن التجاهل، اه ان انت ما تقفيش على كل حاجه. خلاص انا في بعض الامور بعديها، خلاص يعني اللي هعدي بعض هي ما الامور يترتبش عليها حاجه وحشه. بالظبط، عشان ما اقعدش يعني يحصل مش نقاش مثلا واحد ما ويحصل صدام. بيذاكرش فانا خلاص عرفت ان هو ما بيذاكرش فسيبه، لا. بالظبط، احنا مش نسيبه ما يذاكرش، لا. اه يعني ايه، يعني مش كل ما يسيب المذاكره اقول له انت رايح فين. خلاص، ما انت عارفه ان هو بياخد بريك كتير، فانت مثلا. والكلام معاه مش هيجيب نتيجه في ان هو يرجع للمذاكره. خلاص تسيبيه عشان خاطر يستمتع بوقت الفراغ بتاعه، واول ما يرجع تاني خلاص احنا كده استريحنا، يلا نبتدي بقى تاني. يبقى انت هنا بتتعاملي معاه بطريقته، بالسلوك بتاعه. فن ثالث مهم قوي، ويمكن ده فن بنشوفه من فنون المستقبل اللي احنا محتاجينها الفتره اللي جايه. ويمكن ده مش كلامي لوحدي، ده كلام يعني مثلا شركه ديلايت للاستشارات النفسيه ومجله فوربس الامريكيه قالت ان فن الريزيلينس او فن المرونه النفسيه هو فن مهم قوي الفتره اللي جايه. المرونه النفسيه فن بسيط قوي، بمعنى ان انت حضرتك عارفه لما بتمسكي مثلا الكوره وترميها كده، الكوره بتنزل على الارض بترتد لك في ايديكي تاني. ده لو الهواء اللي جواها، يعني الكوره منفوخه على اخرها. لو الكوره دي ما فيهاش هواء كفايه هتنزل هتقف على الارض. بالظبط. طب لو الكوره دي مطاطيه، اللي هي الكور بتاعتنا واحنا صغيرين زمان، اللي هي المطاطيه دي ورميتيها على الارض، هتلاقيها بترتد اعلى من ما انت رميتيها. فن الريزيلينس او فن المرونه النفسيه هي ان الكوره ترجع لك تاني في مكانها في ايديك. احنا كلنا بنتعرض لتحديات ومشاكل وصعوبات وصدمات في حياتنا، ولكن اللي عنده مرونه نفسيه اكتر هو اللي بيتعرض لده وبيرجع للحاله العاديه تاني. مش عايزين يبقى برضو حد عنده تبلد، يعني ايه، بس بصطدم كتير وبرجع زي الكره المطاطيه، ارجع صح. اعلى بسرعه. ده تبلد، ده ما فيش احساس، ما فيش مشاعر، عنده تبلد في الاحاسيس. ولا ان انا
ابقى زي الكره اللي هي ما فيهاش هواء، اللي هي تنزل تقف مكان، اللي هي حصلت لي صدمات وخبطات وصعوبات وتحديات فتاثر عليا لوقت طويل قوي، فما اعرفش اطلع منها. احنا مش عايزين ده، احنا عايزين فن الريزيلينس او فن المرونه النفسيه. كلنا بنتعرض للصعوبات، ما خليش الحزن ياثر عليا قوي، ما خليش التحديات تاثر عليا وتتمالكني، اعرف اتعامل مع كل صعوبات الحياه، وطبعا هي زادت دلوقتي، انما ان احنا نتعامل معاها هو ده المهم. وهي دي فن المرونه النفسيه او فن الريزيلينس، انها ان انت تعرفي ترجعي للحاله العاديه تاني. ده فن فعلا من الفنون المهمه قوي الفتره اللي جايه هنحتاجه مع ضغوطات الحياه، سواء كان من الاولاد الصغيرين، سواء كان السوشيال ميديا، سواء كان زي ما قلنا في موضوع النهارده الترندات، سواء كان زي ما زي ما حضرتك قلتي في الانترو موضوع الانتحار كمان. فكل ده لازم يبقى عندنا المرونه النفسيه انها هتفيدنا فعلا في التعامل مع اللي حوالينا. خلينا برضو نقول ان مش بس الصغيرين بيتاثروا بالوسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الكبار كمان بيتاثروا. صحيح طبعا. برضو بيوصلوا احيانا لحاله ادمان. هو خلاص كل واحد قاعد ماسك التليفون او ايا كان الجهاز اللي هو ماسكه ده، وبلا وعي للوقت. هو بياكل ماسكه، بيشرب ماسكه، بيتحرك، يعني خلاص. طب حاله الادمان دي ازاي نعملها ستوب؟ بصي خليني اقول لك ان السبب في ده ان صانعي المحتويات اساسا كان هدفهم الشهره، وهدفهم ان الناس تنشغل بحياتهم زي ما انت قلتي، وان الناس يعني تنجرف في الاستخدام الموبايل بالشكل السلبي اللي احنا قلنا عليه ده. ده كان مقصود طبعا ده اكيد مقصود طبعا. انت دلوقتي بتشوفي على السوشيال ميديا بعض الابلكيشن يعني تسرق الوقت. بيبقى لا ده كمان بيديلك مقابل طول ما انت قاعده على الابلكيشن على السوشيال ميديا. يعني مثلا في بعض الابلكيشن بتلاقي ناس فاتحين وات ايفر الناس دي بلوجرز او ايه هم شغلتهم او بيعملوا ايه، بس قاعدين بيتكلموا وحياتهم العاديه اليوميه. يعني هو في حياته اليوميه بس فاتح الابلكيشن، وطول ما الوقت شغال لايف بالظبط طول الوقت، طول ما الوقت شغال هو بيبقى ليه انكم وليه عائد. فاذا هنا صانعي المحتوى اساسا كان هدفهم الشهره وجمع المقابل، ده الهدف الاساسي. ان احنا ما ننجرفش ورا ده. لازم يكون في تايم مانجمنت لليوم بتاعي، لازم يكون اداره للوقت. ده شيء مهم قوي. لازم يكون في عندك هدف او تارجت خلال الحياه بتحققيه. وهنا يعني هتقولي لي طب يا عماد، هو لما احط هدف كبير ايه اللي هيخليني خلال اليوم ان انا اشتغل عليه؟ ما احنا الاهداف الكبيره دي اللي هي على اللونج تيرم احنا بنقطعها لاهداف صغيره في حياتنا. بيبقى عندك هدف او تارجت يومي، عشان انت الهدف ده مش هتوصلي له مره واحده بعد شهر او شهرين او خلال سنه. انت في عليكي مراحل او بلان ماشيه عليها، مرتبط طبعا بالوقت والزمن، بتشتغل عليها كل يوم. فاذا هنا اداره الوقت بقى شيء مهم قوي، ان انت يكون عندك مثل اعلى في حياتك، ان انت تعرفي تديري وقتك. مش هنمنعك ان انت طبعا مثلا تغيري من المود والحاله المزاجيه، ده شيء مهم. ده بالعكس، ده انا بنصح الناس ان لازم نغير من المود والحاله المزاجيه ونطلع بره الروتين ونكسر الروتين. احنا لو ما عملناش ده هنحس بملل وهنحس بروتين وزهق في حياتنا. ولكن امتى وازاي ده شيء مهم قوي، وما ننجرفش ورا ده عشان حتى ما نفقدش متعتها. انت حتى لو انجرفتي في الترندات، يعني مثلا انت هنمشي في الترند ونعمل كل يوم الترند وبيعدي علينا كويس، تمام. بعد وقت اصلا هتملي من الموضوع ده، هتزهقي. فاذا التغيير بقى شيء مطلوب، ان انا اغير في حياتي واغير نمط حياتي عشان يكون في استمراريه للحياه واستمراريه في المتعه في الحياه كمان. خلينا برضو نقول ان يعني مش كل حاجه ليها جانب مظلم، بيبقى ليها برضو جانب منير. ايه الفايده اللي ممكن تعود علينا لو استخدمنا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مظبوط؟ بصي وسائل التواصل الاجتماعي الناس دلوقتي بتستخدمها بشكل ايجابي، وهي انشاء بعض الجروب او الجروبس. يعني في جروبات بتتعمل على وسائل التواصل الاجتماعي باشكال مختلفه، الهدف منها التجمع الاسري والترابط الاسري. بس انا بشوف بدل ما احنا نتجمع بالشكل ده ونعمل جروب وات ايفر ايه هي التولز او الاداه اللي احنا عملنا عليها المجموعه دي، احنا عايزين نتفق على وقت نتقابل فيه. يعني احنا مش على الجروب احنا نتكلم ونطمن على بعض يبقى كده تمام، وانا كده اطمنت على اسرتي وعيلتي الصغيره او العيله على النطاق الاوسع الكبيره. احنا هنا الهدف منها بس ان احنا معرفه اخبارنا السريعه، ان احنا لو هنتقابل نتفق لازم نتجمع، لازم زي ما قلنا في اول الحلقه الترابط الاسري شيء مهم قوي ان احنا نتكلم. احنا بشوف فعلا الناس دلوقتي ما بيتكلموش مع بعض، بيبقوا قاعدين مع بعض في جوه الشقه ويبعتوا لبعض على السوشيال ميديا. فده طبعا يعني احنا قلنا كل ده هو نتاج اللي احنا وصلنا له. احنا برضو دايما في المعالجه يا غاده احنا دايما بنعمل روت كوز اناليسيس، يعني بنعالج السبب الجذري وراء المشكله. هي ان ما فيش اداره لوقتنا، الرياضه ما بقتش موجوده في حياتنا كمان زي ما قلنا في الاول. في بعض الناس بتهرب، بتبقى نوع من
انواع الهروب من الواقع، يعني بالظبط. من مشاكل خلاص انا عايزه انسى كل حاجه وهقعد بقى على العالم الافتراضي اللي مش موجود. صحيح. بعد دي مفاهيم خاطئه للاسف، ناس تقول لك انا اسيب المشكله لغايه ما تحل هي نفسها، ده مش أيوة. صح. مش بعض، احنا لازم نواجه، لازم نحل، لازم نرتب لازم نرتب حياتنا، لازم كل واحد فينا يهتم بجوده حياته، لان هي دي حياتك انت، مش حد اللي هيرتبها لك ولا حد اللي هيهتم بجودتها ليك. انت اللي هتطلع من الحاله النفسيه السيئه، او انت اللي هتطلع وتحسن من حالتك النفسيه والمود بتاعك يعني. ده وكل واحد زي ما قلنا في الاول يركز في ورقته، لان هي في الاخر هي حياه وعايشينها، فلازم احنا نهتم بيها. وصدقيني كمان لما كل حد يهتم بجوده حياته هتلاقي في الاخر المجتمع هينصلح حاله، لان هو احنا المجتمع عباره عن ايه؟ عباره عن افراد وسلوكيات. فلما كل واحد يهتم بحياته، كل واحد يبقى كويس مع نفسه، فبالتالي هيبقى كويس مع الغير، هتلاقي في الاخر المجتمع هيبقى شكله احسن. وتلاقي العادات السلبيه، سواء كان الترندات، سواء كان الاتجاهات الخطر، سواء كان الفن وفن الاغاني والذوق، هتلاقيه ان هو بيبتدي التقويم زي ما احنا رحنا ليه. وكان في الاول نوع من انواع الفن الغريب، وابتدى دلوقتي بقى ليه متابعين بعدد كبير، والناس بقت بتروح له. والفن التاني حتى ما بقاش يعني، بشوف انه شبه صحيح. انعدم يعني. حتى بشوف بعض الحفلات دلوقتي الفنانين بيتجمعوا مع بعض ويغنوا، لان ما بقاش عليهم اقبال. يمكن يعني انتشرت حتى الفتره الاخيره بعض الفيديوهات كده، حفله غنى فيها كبار الفنانين اللي كنا بنشوفهم زمان هم دول العظمه، دلوقتي الناس بقت بتروح في الاتجاه التاني يعني. فطبعا ده شيء مش صح، ولكن انا بقول لك ان التغيير طبعا بياخد وقت، بس زي ما خد أكيد. وقت والناس اتغيرت، لا لازم نرجع تاني ونقوم حياتنا للجانب الايمن طبعا. اداره الوقت شيء مهم قوي، الرياضه في حياتنا شيء مهم، السلوك والحوار مع الاسره ده شيء مهم جدا، والرقابه فعلا شيء مهم. لازم نوصي على الرقابه اللي هي الكنترول على كل حاجه في ايد اطفالنا الصغيرين. كابتن عماد نورتنا وشرفتنا وسعدنا بلقائنا معاك النهارده، يعني الحقيقه قلت لنا مجموعه من النصائح هنحاول نتبعها، واولادنا كمان نحافظ عليهم لان هم اغلى حاجه عندنا. كابتن عماد غنيم، لايف كوتش واستشاري الصحه النفسيه والعلاقات، نورتنا وشرفتنا في نهارك شكرا سعيد. ليك، كنت مبسوط اني معاكم النهارده. شكرا. ساده مشاهدين، فاصل وراجعين لحضراتكم واخر فقراتنا.